دي جبنه قريش، بس مش جبنه القريش اللي احنا متعودين عليها. اول الاطفال ساعات كتير ما بيحبوهاش بسبب القوام بتاعها. لو جربتوا الجبنه القريش من اند سكول مش هتبطلوا تطلبوها، ودايما هتدوها لاطفالكم. طعمها مميز جدا عن الجبنه القريش التانية، وقوامها كمان مختلف، كريمي اكتر، وده اللي هيخلي الاطفال يحبوها اكتر. ده غير انها معموله بنكهات كتير تخلي الاطفال ما يزهقوش منها ابدا، في بالطماطم المشويه والكزبره، وطعم لذيذ قوي بالجزر والروزماري، وطماطم مشويه وعين جمل. واكتر واحده بحبها وهي الجبنه قريش بالبنجر، لونها حلو جدا ومليانه فوائد. وكمان جبنه قريش بالافوكادو، ودي هايله للاطفال كمصدر دهون صحيه. ده غير انها عامله كراكرز صحيه بالترمس الحلو والكمون، جلوتين فري علشان الاطفال اللي عندهم حساسيه جلوتين. تخيلوا نبقى بندي اطفالنا كل يوم الصبح في لانش بوكس المدرسه حاجات صحيه ومفيده وطعمها حلو، الوانها حلوه جدا وتعجب الاطفال، غنيه بالبروتين المهم انهم يبنوا عضلات جسمهم، ومهم جدا للنمو السليم. والامهات المشغوله دايما وبتحتاج حاجه سريعه وفي نفس الوقت صحيه وطعمها حلو وفيها بروتين كتير، جربوا النكهات اللي بتحبوها من الجبنه القريش. وما تنسوش تجربوا البابا غنوج المدخن، طعمه حلو جدا ومظبوط وفريش. قولوا لي ايه اكتر طعم ولون عجبكم، وبتحبوا تضيفوا ايه للجبنه القريش كل يوم علشان تاكلوها كل يوم باستمرار. جربوها مع اطفالكم وقولوا لي رايكم، وبالهنا والشفا.